مرحبا بك أنس. سلام. الله يبارك فيك. عايشة صافا بخير؟ لاباس الحمد لله. موجد شوية. بيان سور. Bien كي sûr. ديما. هذه هي الspirit. غادي نخلي ليك سان تعطينا كيفاش نستافدوا من الميستيكس ديالنا. السين is رايت yours. السلام عليكم، شكرا لكم كاملين على الحضور ديالكم والدعم، وشكرا بزاف لبيزداك على هاد لوبورتونيتي اللي ديما كتحاول تخدم على الكوميونيتي ديال البيزنس والتكنولوجي في المغرب، وكتحاول تنوع من الحوايج اللي كتقدم كمحتوى كمشاريع. اليوم الطرق ديالنا غادي يكون على الفشل اللي بزاف ديال الناس يقدر ما تيعجبهمش. المهم التوبيك سميتها fail forward: the power of learning from fast, early and frequent failures. كيفاش نقدروا نتعلموا من الفشل ديالنا بسرعة، مبكرا، و يعني بطريقة مستمرة. أول حاجة، الإنسان ديما عبارة الفكر ديالو عنده بزاف ديال الأفكار، وكل فكرة كيكون عندها أعمدة، وباش نغيروا الطريقة ديال التفكير ديالنا خصنا نبدلوا الأفكار، وباش نبدلوا الأفكار خصنا نهدموهم ونعاودوا نبنيوهم، وباش نهدموا شي فكرة خصنا نهدموا دوك الأعمدة ديالها. كيفاش نعنقوا الفشل في هذه المرحلة؟ أول حاجة يقدر يديرها أي واحد في حياته باش يتصالح مع الفشل. كاينين أعمدة اللي ما كيخليوناش نتقبلوا الفشل. آآ هو الفشل حقيقةً في الحياة راه شي حاجة اللي داخلة في الحياة عمومًا، يعني في الjourney ديال الحياة، وضروري خصنا نتقبلوها، حيت إلا ما تقبلناهاش غادي نوليو كنرفضوها وما غاديش نتعلموا منها. الحاجة أخرى هو الفشل كيقدر يعاوننا باش أننا نتعلموا دغيا، وباش أننا تكون عندنا واحد الresilience ولا واحد المقاومة، وواحد نقدروا نقولوا واحد الpersistence perseverance، يعني واحد الحاجة اللي كتخلينا ديما متشجعين، وعندنا داك العطش أننا نوصلوا لداك الشيء اللي بغينا نوصلوا. إلا حاولنا نفكروا مزيان في هاد 3 الحوايج غادي يعاونونا أننا نتقبلوا الفشل، ونخليوه يكون واحد الحاجة من الحوايج اللي part من الحياة ديالنا، ونتعلموا منه مزيان ونستافدوا منه مزيان. تاني حاجة هو كيفاش نقدروا تكون عندنا واحد الmindset. المهم ماشي فشل mindset، يعني ماشي واحد اللي كيشوف ال يعني كيشوف الفشل واحد الحاجة خايبة، ولكن واحد الحاجة زوينة اللي يقدر يمشي بها للقدام. آآ كنشوفوا ديما الفشل هو عبارة ديال واحد مجموعة ديال التجارب اللي ربما كانوا فيها شي حوايج، شي أغلاط، وديك النظرة اللي بدلنا غتخلينا نتعلموا من دوك الأغلاط. والحاجة الثالثة كتخلينا داك التغيير اللي درنا نكونوا مرنين، ونكونوا نتأدابطاو مع الواقع ديالنا ونزيدوا للقدام. هاد الحوايج مهمين، هما اللي غادي يخليونا نزيدوا للقدام فاش غنغيروا التفكير ديالنا، فاش غادي نانستوريهم في حياتنا كاملة. يعني وقت ما وقعت شي حاجة غادي نشوفوها كتجربة، غادي نحاولوا نتعلموا منها، وغادي نحاولوا نكونوا مرنين، نديروا التعديلات اللي هما مناسبين، دوك لي شونجمون اللي هما مناسبين باش أننا نزيدوا للقدام. واحد الحاجة مهمة بزاف في الحياة، خصوصًا فاش كنكونوا باغيين نوصلوا لواحد الهدف في حياتنا، آآ اللي هو الأولويات prioritization. So كاين في جوج ديال المراحل خصوصًا، غنحاول نسقطها على الBasic community اللي كاينين فيها entrepreneurs و tech entrepreneurs. آمم ولكن يقدر يديرها أي واحد زعما في حياته، ماشي بالضرورة في هاد الcontext هذا. أول حاجة كواحد يلاه بادي واحد الproduct، خصو يكون عنده واحد الfocus على الcore functionalities، يعني الحوايج اللي مهمين في داك الsystem اللي غادي يدير، ولا داك الproblème اللي غادي يحل للناس. غادي يحاول يركز على داك الشيء اللي مهم في الأول، باش يشوف واش الناس غادي يكون عندهم واحد الintérêt لداك البرودوي اللي كيحل لهم المشاكل ديالهم. ثاني حاجة خصو دغيا يخرج للمارشي، وباش يخرج للمارشي كاين واحد الحاجة كتسمى الMVP minimum viable
برودكت ولكن يكون فيه المينيموم وكتعطيه اليوزرز اللي يقدر يكون تيستيبل ولا يقدر يكون خارج البرود برودكشن ريدي فيه الليست ذات كان بي زعما دان وثالث حاجه خصنا نخدموا على اليوزر فيدباك حيت هو اللي غادي يعاوننا نلقاو الطريق نشوفوا اليوزرز واش فريمون داكشي اللي باغي ولا خصنا نديرو دي شونجمون باش داك البرودكت ديالنا يجاوب على المحتاجات ديالهم. الحاجه لا فاز الثانيه فاش مهمه هاد القضيه ديال البرايورتيزيشن هي من بعد البري لانش كاين لانش يعني مورا ما لونسيتي البرودكت ديالك في الماركت سو الا كانت عندك اب ولا كان شي سيستم خاصك تخدم على اليوزر اكسبيرينس فيكسين داك الكريتيكال باجز اللي ما كيخليوش الناس يبقاو بزاف في لابليكاسيون ديالك ما ما كتستافدش من الاكسبيريونس ديالهم في السيستم هما راه داروا واحد الجورني ولكن انت ما استفدتيش من ديك الجورني ديالهم باش انك تحسن الناس اللي غادي يجيو سواء من بعد منهم ولا هما نيت يعاودوا يرجعوا لابليكاسيون ديالك ولا السيستم ديالك. ثاني حاجه اناليزيو داك اليوزر فيدباك ديما خصنا نكونوا حالين ودنينا ونشوفوا الفيدباك ديال اليوزرز نحاولوا اناليزيو ونشوفوا شنو هما البيج بارتس اللي هما the most demanding يعني الحوايج اللي كيطلبوا الناس بزاف هما اللي نفوكسيو عليهم. وثالث حاجه نخدموا على لي استراتيجي اللي يقدروا يعاونونا نجيبوا بزاف ديال اليوزرز ولما لا زعما نكونوا بروفيتبل. في البرايورتيزيشن انا كنشوف بلي كاينين 3 ديال الحوايج مهمين خصنا نخدموا على شي حاجه اللي نقدروا نديروها دغيا اللي يكون عندها واحد الامباكت كبير ممكن تقدر دير واحد لا ديفيرونس الا خدمنا عليها سواء اليوزرز ولا في السيستم ديالنا ولا في الجورني ديالنا حنا كانتربرونورز. وثالث حاجه خصها تكون سهله اتس فاست هاي امباكت اند ايزي. ثلاث الحوايج مهمين حيت كيخليونا نديليفريو واحد الحاجه اللي عندها واحد الامباكت فيري فاست و ما كنحسوش براسنا كندير واحد ليفور اللي هو كبير. وهذا الشيء مهم في الاول باش نلقاو ديك الطريق اللي غتوصلنا نقدروا نقولوا داك البرودكت اللي هو اللي غادي يكون ماتيور. كاينين سام تكنيكس اللي كيتستعملوا باش يكون داك سبيدي ليرنين يعني التعلم السريع سواء من نفهموا اليوزرز ديالنا ولا حنا نجربوا دي استراتيجي جداد باش دغيا افونسيو في البرودكت ديالنا يولي ماتيور. كاين استراتيجيز لايك اي بي اي تيستين اللي كيخلينا نجربوا بزاف ديال الطرقان ماشي بالضروره لاب ديال كامله غادي تشونجيها ولكن some parts of the users غادي تعطيهم some لاكسيس some functionalities. هادشي كيديروه بزاف ديال الكامبانيز لايك انستغرام فور اكزامبل كيقدروا يديروا واحد البوطونه يزيدوها ولكن كيحطوها في بلاصه وكيحطوها في بلاصه اخرى كيكون بيتا ريليزز وكيعطيو اليوزرز كيشوف الفيدباك ديال اليوزر واش فين كيمشي بزاف واش كيمشي كليكي مثلا في الفوق الا درتي بوطون في الفوق ولا في التحت. الحاجه الاخرى هو خصنا ديما نكونوا يوزر سنتريك يعني ديما نحاولوا حيت اليوزر هو المين توبيك عندنا هنايا دونك خصنا ناخذوا من عنده الداتا باي طريقه نشوفوا سواء سيرفيز انترفيوز كاينين تولز اللي كيقدروا يقادروا الداتا في الابليكيشن ديالك بحال التولز اللي كيديروا الهيت ماب اند سو اون كاين بزاف ديال التولز في هاد لوسونس باش نقادروا يوزر انفورميشن وفيدباك. الحاجه الثالثه هو ماشي ما نبقاوش ناخذوا some decisions ديما based على whatever زعما من الأحسن يكون based على الداتا و data centric و data driven نتبازاو على الداتا باش ناخذوا some decisions and we focus زعما على insights اللي كنجيبو من ديك الداتا سواء analysis ديال الفيدباك ديال users ولا whatever زعما usability ديال واحد feature and so on and so forth. هادشي كامل مزيان ولكن خصنا نخدمو حتى على البروفيتابل جروث يعني ما يمكنش حنا نقادو واحد البرودكت و are not thinking زعما about the profit مهم نديرو دي شونجمون بيفوتيو ملي كيكون خاصنا بيفوتيو ولكن ديما خصنا نبقاو عينينا على داك الهدف اللي بغينا نوصلو في الاخر هو نسولفيو داك البروبليم ماشي كاريمون تشونجي الفيجن ديال كامله علاش بديتي. الاوبتيمايزيشن ديال البروسيسز continuously يعني ديما حيت الافيشنسي ديك الافيشنسي اليوز ديال دوك الريسورسز استعمال ديال دوك
resources اللي عندك هما اللي يخليوك انك تبقى عايش واحد المده طويله، سواء ماني ولا حتى الوقت ديالك، تحاول دير اوبتمايزيشن ديال الوقت ديالك والبروسيسز هاو يو ار دوين ثينكس، باش ما تضيعش بزاف ديال الانرجي في الطريق اللي تقدر ما توصلك لوالو، ولكن to be more focused, more uh, more giving value to users. حتى بالنسبه ليك انت. the last thing زعما always stay open. كنشوفوا market is changing very fast. كما كنشوفوا دابا مع الاي اي tools. So a lot زعما apps زعما مورا ما خرج اي اي دي زعما كان واحد الريس، كان واحد كلشي كيجري باش ينتيغري الاي اي، but ماشي كلشي انتيغرا الاي اي how it should be done, or how it should be integrated. So تقدر تشوف الانوفيشن فين واصله، تكون واحد المرونه، هاد adaptability to try زعما new things, new things زعما في الماركت في business landscape حيت it's very changing. So in a wrap, takeaways. والفشل واحد الحاجه اللي inevitable زعما اللي ما نقدروش ما تكونش في الحياه ديالنا، ولكن نقدروا نرجعوا واحد الحاجه اللي نقدروا نتعلموا منها. ثاني حاجه، فاش كتكون عندنا الفايلير مايند سيت غادي يخلينا نتعلموا دغيا ونكونوا مرنين ونتادابطاو في البيزنس ديالنا وفي حياتنا. الحاجه الثالثه، الاولويات مهمين، ديما مهمين، وما خصكش تنازل على انك ديما تحط الاولويات، حيت هما اللي غادي يخليوك سواء في البري لانش واللانش ولا في كاع فاش تكبر تكون عندك ديك السستينابيليتي سواء ديال البيزنس ديالك ولا ديال الريسورسز ديالك. the use of techniques like A/B testing كما قلت، باش انك تقادري الداتا ودير الانسايتس وتعلم من داكشي اللي كتقادري من عند اليوزرز. the last thing, the five and last thing هو embracing the adaptability, efficiency and innovation. هما اللي تخلينا اننا كما قلت نزيدوا القدام ونعيشوا نعيشوا زعما البيزنس ديالك يبقى عايش واحد المده اللي طويله. So as a manifesto كاين 3 things بالنسبه ليا في الفايل فورورد. اول حاجه fast زعما quick to try different ways، باش نجربوا بزاف ديال الطرقان واخا يقدر ما يخدموش لينا، ولكن at least زعما we'll find out، غادي نلقاو. early مبكرا، يعني باش ما نضيعوش بزاف ديال الوقت في شي طرقان اللي يقدر ما يوصلونا لوالو. و frequently enough، يعني بتكرار ولا باستمرار، اللي يخلينا ديما تكون عندنا ديك لا conversion versus زعما داك الجول ديالنا. Yeah, so that's in a wrap. And so yeah, fail forward to learn and innovate. بحال هاد الدري هذا عجبتني ديك الجيف. So how he turns like the opportunity to learn something new and adapt. Oh, that's it. I think I'm on time. If you have any questions. indeed جبتيها لاصقة، تبارك الله عليك vraiment. we need to learn from our mistakes. الوقع كما كنقولوا الخطأ كيوقع، المهم هو ما خصناش نعاودو ونتعلموا منه. Yep. It's very سؤال important. كاين some comments؟ ما عرفتش كاين شي question. actually there is How fast early and frequent early. is fast? Early and frequent enough. All right, so how fast early and frequent is fast enough? I would say زعما fast is بحال اش كيوقع لبزاف ديال الناس، كيبقاو افكار كيبقاو عندنا غير في الدماغ. I would like to try this and this and this and this, but it stays in the ideation phase. وهذا الشيء ما مزيانش. You will never find out، وكتبقى عندك ديما ديك الايديا زعما في دماغك. So it might be overwhelming with time. So as quick as you take the action will be fast. As early is I would say بحال الا قلتي I have some resources. كيفاش نقدر نفشل مبكرا، يعني
فاش نكون كنديفلوبي شي feature I wouldn't like bother myself ناخد واحد 3 months to do some surveys and see if the users could be interested in this feature ولا شي حاجة، ولكن نقدر to take like the initiative and give it like a first try ونشوف واش اليوزرز بعدا نقدر نزيد غير بوطون واخا ما تقدرش تكون خدامه ديك الباتن، ولكن to see if the users could be interested to this button. كاين some startups زعما اللي فريمون داروا غير من فيديو بحال Dropbox اللي داروا غير فيديو، ومن فيديو عاد داروا لانش ديال البرودكت افتر. و frequent بالنسبه ليا هي باش ما درتي iterations over fast and early باش ما مزيان ليك to do that conversion to your ultimate goal. So as frequent as you do, take actions very quickly and try زعما early to fail if it doesn't work. Um, that's it صراحة the answer about that how I see it. So Anas, thanks a lot. كيما خلاك Yeah, الوقت هو الوقت. And how we say كاينين دي comments like كيقول لك السوسيتي ديالنا ما كتقبلش الفيلير. well الناس كاملين they don't talk about painful stories ياك ما كيعاودوش على القصص اللي خايبين في حياتهم even with social media. um, it start like being overwhelming somehow. ديما كيبين لك هذيك الحاجه زوينه which is not زعما I would say appreciated زعما for me زعما how it's going، ولكن نقدر نقول باللي something that can be learned، شي حاجه اللي نقدروا نتعلموها ونعلموها للناس اللي دايرين في لونتوراج ديالنا باش يتقبلوا بلي راه يا اي واحد يقدر يوقع ليه شي حاجه و it's easy زعما we can handle that زعما I see like people يقدر يطلع ليه الدم ويبقى معصب وكذا، ولكن ماشي ديك الطريقه هي باش نقدروا نزيدوا للقدام. yeah this happened هادشي مشى كيفاش انني ما غاديش نعاود هاد الاكسبيرينس زعما هو I see it صراحه. و نقدر نقول لك باللي السوسايتي زعما غير تبدا بالناس اللي قراب ليك to have a bit of confidence at least زعما in yourself that even when you fail it's not the end of the world. بالعكس من الاول يكون عندك expectations in the to the bottom كاع بلي راه هادشي راه ما غادي يعطيني والو expect less at least. كي كنقولوا كنديروا اللي علينا وداك الشيء كيبقى على الله. exactly yeah. Indeed. So thank you a lot Anas, and I hope to see you yeah in another talk, another event. inshallah why Maybe not. Tech Thanks Talks. also for having me. Tech Meetups I said. Yeah. يلا شكرا شكرا لكم لك وشكرا الناس اللي أنس. حضروا وتفرجوا حتى هما